رمضان كريم. معظمنا يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، لكن لماذا سورة الكهف بالضبط؟ في سورة الكهف الكريمة يوجد 4 مواعظ عظيمة في حياة الإنسان. أولها فتنة الدين والعبرة من شباب أهل الكهف وكيف تعاملوا في ذلك الوقت مع الحفاظ على دينهم. ثانيا فتنة المال والعبرة من أصحاب الجنتين. ثالثا فتنة العلم والعبرة مع سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر. رابعا فتنة السلطة والعبرة من ذي القرنين. كل هذه المواعظ ذكرت في سورة الكهف العظيمة، وهذه تعتبر مواعظ قيمة تواجه حياة الإنسان يوميا، ويجب أن يقتدي بها. ومن سورة الكهف